حبايب قلبي طلاب تانية ثانوي، عايزه اقول لكم ان الفيديو ده معمول مخصوص عشانكم، عشان عدد التعليقات اللي لقيتها موجوده على الفيديوهات اللي فاتت طلبتوها مني كتير قوي. عايزين خطه مراجعه نهائيه لطلاب تانية ثانوي علمي وادبي، فعايزه اقول لكم ان الخطه دي هتكون مناسبه علشان خلاص فاضل على الامتحانات وقت قليل جدا. هقول لكم تعملوا ايه، هقول لكم على خطه تمشوا عليها من غير لخبطه. الفيديو بجد مليان تفاصيل كتير وحاجات هتساعدكم، كمان هقول لكم على كذا قناه هتفرق معاكم جدا في المذاكره. عارفه طبعا ان معظمنا متلخبطين، مش عارفين يراجعوا ايه ولا يراجعوا امتى ولا يبداوا ازاي بالظبط. عشان كده خليكم معايا للنهايه، لان الفيديو ده انا هديكم خطه مراجعه نهائيه تمشوا عليها خطوه خطوه، وهنعرف كمان امتى تبدا مراجعه وازاي تراجع صح، وكمان تعمل ايه لو انت متاخر في المنهج، وكمان تعمل ايه لو المادة اللي انت هتذاكرها دي مادة تقيلة عليك. خليكم معايا للاخر، لان اخر الفيديو هقولكم تعملوا ايه لو لسه بادئين متأخر. وبس كده، يلا بينا نبدأ. متفقين ان اكبر مشكلة بتقابل طلاب تانية ثانوي وهي مش بس صعوبة المواد، المشكلة ان الوقت قليل وان التراكمات كتير. علشان كده المراجعة لازم تبقى ذكية، مش بس ان المراجعة تبقى عددها كبير، لكن المراجعة لازم نمشي فيها بخطة ذكية. مش شرط عشان انا اتكلمت وقلت لكم خطة مراجعة ذكية يبقى ان احنا بقى هنضغط نفسنا وان احنا هنسهر وان احنا بقى هنتعب قوي الايام دي عشان نقدر ان احنا نلم التراكمات. لا خالص، انا زي ما قلت لكم هنتكلم عن خطة تنفع لعلمي وادبي من غير ضغط ولا من غير سهر بقى والمذاكره اللي انتم متخيلينها في دماغكم. اول نقطه هرشحها لكم وهي طريقه المراجعه، ازاي ان احنا نراجع. انا بالنسبه لي هرشح لكم جدا جدا ان انتوا تاخدوا ماده كامله في يوم او يومين، على حسب طبعا الماده طويله ولا لا. الجدول انتوا اللي هتمشوه على حسب انتوا حابين تبداوا بانهي ماده الاول. ما ينفعش ان انا اجي افرض عليكم ان انتوا تبداوا بانهي ماده، طبعا انتوا تغيروا الجدول على حسب ما انتم عايزين. فمثلا الناس عندها مشكله في ماده تبدا بيها الاول، عندها مشكله في الكيمياء تبدا الاول بالكيمياء، فتختاروا الماده اللي انتوا عندكم مشكله فيها نبدا بيها اول حاجه. الماده دي هنقسمها على يوم، لو ينفع تخلص في يوم ناخدها في يوم، لو الماده طويله يومين 3 زي ما انتم شايفين الوقت معاكم اللي فاضل. تمام. طريقه المراجعه زي ما قلنا هنخصص لها يوم او يومين زي ما انتم حابين. هنقسم اليوم ازاي بقى اللي احنا هنذاكر في الماده دي؟ ساعتين فهم، الساعتين دول انا هحاول افهم فيهم الماده مع نفسي. انا مثلا النهارده اخدت الباب الاول في الكيمياء، مثلا هقعد اذاكر الباب الاول في الكيمياء، فانا هديله ساعتين فهم. الساعتين دول بقى ممكن ان انا هسمع فيهم فيديو، وساعه انا هذاكر فيها مع نفسي. تمام. كمان هديله ساعتين حل، ساعتين ان انا هقعد احل فيهم اسئله على اللي انا ذاكرته، ايا كان بقى هحل كام سؤال، هحل من انهي مصدر، بس حلوا كتير على قد ما تقدروا. النظام الجديد بجد محتاج جدا حل، لازم تحلوا وتتدربوا على انواع كتير من الاسئله، تشوفوا الاسئله السهله والصعبه والمتوسطه، حلوا كتير قوي على قد ما تقدروا. واخر حاجه معانا وهي هتكون ساعه، الساعه دي انا هراجع فيها اخطائي اللي انا لقيتها في الحل، وانا بحل اكيد هيبقى عندي اخطاء، فلازم ان انا اراجع الاخطاء بتاعتي، اشوف انا غلطت في كام جزء عشان ارجع تاني اعيد المذاكره واقرا الحاجات اللي انا غلطت فيها واذاكرها تاني. كده يبقى احنا وصلنا ل5 ساعات مذاكره. طبعا على حسب بقى الماده هتحتاج منكم كام يوم تقسموها. لو الماده عايزه 3 ايام هنمشي بنفس طريقه المراجعه دي في ال3 ايام زي ما احنا متفقين. عايزين نقسم المواد اللي عندنا 3 انواع، سواء انتوا ادبي او علمي. اول نوع وهي مواد احنا فاهمينها، مواد احنا ذاكرناها وفاهمينها. النوع التاني مواد محتاجه شغل، محتاجه مذاكره شويه، محتاجه نشد فيها اكتر. تالت حاجه المواد التقيله واللي هي مش داخله دماغنا نهائي، المواد الصعبه. في مواد كده بتبقى فعلا مواد معقده وكل واحد فينا عنده ماده او مادتين كده ما بيحبهمش، بتبقى بالنسبه له دي اتقل ماده في المنهج عنده ومش عارف ان هو يذاكرها. فاحنا هنقسم المواد مع نفسنا كده ل3 انواع زي ما احنا متفقين. عايزاكم برضو تقعدوا مع نفسكم كده وتقسموا المواد اللي عندكم ل3 انواع. بعد ما قسمناهم المفروض بقى ان احنا نبدا بانهي نوع من الانواع المواد دي. هنبدا بالماده رقم 2، مش الاسهل ولا الاصعب، الماده اللي محتاجه شغل. دي الماده اللي احنا المفروض نبدا بيها في الاول، وطبعا ده من وجهه نظري انا، وكل واحد فيكم برضو يقول رايه ويقول هو شايف ان المفروض ان هو يبدا بانهي ماده. يعني بحب كده ان احنا ناخد اراء بعض دايما. طبعا احنا معانا 6 مواد للشعبه الادبيه و6 مواد للشعبه العلميه. المفروض ان احنا نقسم المواد دي ازاي بحيث ان احنا نخلص المراجعه بتاعتنا
نلمها في اسرع وقت ممكن وما نطولش قوي، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نضغط نفسنا. انا من وجهة رايي او من وجهة نظري انا بحب جدا ان احنا نذاكر وقت الفجر، وبحب برضو ان انا اذاكر وقت ما بصحى من النوم. يعني مثلا انا صحيت النوم الساعه 12، ببقى لسه صاحيه فايقه كده، فهقوم افطر اعمل حاجه اشربها وابدا ان انا اذاكر. فممكن ان انتوا تذاكروا وقت الفجر. يعني مثلا انا النهارده هبدا في الجدول فاذاكر الفجر، وبعد كده اخلص مذاكرتي، وبعد كده انام ساعتين 3 زي ما انا عايزه، واصحى تاني اقوم اكمل مذاكره. ده من وجهه نظري انا. فاحنا زي ما اتفقنا ان احنا عملنا ساعتين فهم وساعتين حل وساعه بنعرف فيها الاخطاء بتاعتنا. ممكن ان احنا نكرر طريقه المذاكره دي مرتين في اليوم، يبقى انا اذاكر مره الفجر ومره لما اصحى من النوم، مرتين في اليوم. الطريقه دي هنلاقي نفسنا ان احنا في اليوم بنذاكر حوالي عن 10 ساعات، وفي نفس الوقت احنا مش ضاغطين نفسنا، وبننام وبنروح دروسنا وبنعمل كل حاجه احنا عايزين نعملها. اليوم السابع بقى، وغالبا ده هيكون اليوم اللي خلاص احنا ذاكرنا فيه 6 ايام، معانا يوم سابع. اليوم ده انا بحب ان انا او بفضل بخليه يوم الجمعه، يوم اجازتي، عشان اليوم ده هنمر فيه على كل المواد اللي احنا ذاكرناها. هنبص بصه سريعه. اكيد مثلا وانا بذاكر فعندي جزء كده في الكيمياء انا ما اتكتش على نفسي فيه قوي، فده انا هسيبه ليوم الجمعه. هبص كده على كل ماده، اشوف الاجزاء اللي انا ما كنتش مذاكراها قوي، في ايام كده مثلا ما اتكتش قوي في الماده دي، ففي اليوم ده انا همر على كل المواد او كل الاجزاء اللي انا ذاكرتها في 6 ايام اللي فاتوا. هراجع الاخطاء اللي انا كنت بحل وبلاقي عندي اخطاء، اراجع عليها في اليوم ده برضو. في اليوم ده برضو انا عايزه اثبت على او اركز على النقط الضعيفه في كل المواد. انا مثلا عندي نقط او اجزاء انا بتلخبط فيها، عندي قوانين في الفيزياء مش عارفه احفظها، اركز في اليوم ده كويس جدا ان انا الم كل الاجزاء دي. مش ضروري خالص ان احنا في اليوم ده نفتح مواد جديده او نبدا ان احنا نذاكر جزء جديد، بالعكس احنا عايزين نتاكد ان احنا كل اللي فات تمام فيه ولمنا. هنيجي دلوقتي بقى لسؤال مهم جدا، وعارفه ان السؤال ده بيدور في دماغكم دلوقتي. هل انا لو بدات دلوقتي هلحق؟ عايزه اقول لكم ان لسه في وقت معانا، واحنا معانا 6 مواد ان شاء الله باذن الله تلحقوا ان انتوا تلموها. عايزاكم بس اهم حاجه تركزوا كويس قوي قوي على التقييمات، على الاسئله اللي الوزاره منزلاها، وتحلوا اسئله السنين اللي فاتت. عايزاكم تقعدوا تحلوا اسئله كتير قوي. طيب هنحل من انهي مصدر؟ هتحلوا من مصدر الكتاب اللي انتوا بتذاكروا منه او الملخص الخارجي. لو معاكم مذكره المدرس اللي انتوا بتاخدوا معاه تحلوا برده، لان اكيد المدرس هيكون مجمع لكم كل الاسئله المهمه، هيجمع لكم كمان اسئله كتاب المدرسه واسئله الوزاره. ولو انتوا مش بتحلوا التقييمات اللي بتكون بتنزل على طول، حلوها، راجعوا الاسئله بتاعتها، لان اكيد باذن الله بنسبه كبيره جدا هيجي منها اسئله ان شاء الله. ضروري جدا ان احنا نركز على نقطه الحل دي ونديها حقها عشان نبدا نشوف نقط الضعف بتاعتنا في كل ماده. طيب في ناس بقى هتبدا ان هي تقعد من الدروس وتذاكر مع نفسها. في ناس كتير بعتت لي وقالت لي احنا عايزين نقعد من الدروس عشان بنضيع الوقت وعايزين نقعد في البيت ونذاكر. قولوا لنا بقى على قنوات تساعدنا في المراجعه الايام دي. ايا كان انتوا هتقعدوا من الدروس او مش هتقعدوا، فالقنوات اللي موجوده على اليوتيوب مجانيه، تقدروا تسمعوا الشرح في اي وقت. يعني انتوا دلوقتي عايزين تذاكروا وعندكم مشكله في الماده دي، فنقدر ان احنا نسمع شرح المدرس وبيوفر لكم كل حاجه. كمان في مدرسين بيسيبوا المذكرات بتاعتهم موجوده في اللينك بتاعها، بيسيبوها لكم في اول كومنت مثبت، تقدروا انتوا تنزلوا تحملوا المذكره وتذاكروها مجاني من غير اي اشتراك او اي حاجه، وتقدروا ان انتوا تذاكروا وانتوا قاعدين في البيت وتوفروا وقت ومجهود. انا بالنسبه لي برشح جدا المذاكره في البيت، علشان احنا بره بنضيع وقت كبير قوي. في ناس بتسافر عشان توصل اصلا اماكن الدروس. تعالوا بقى نشوف ايه هي افضل القنوات اللي بتنزل شرح لكل المواد على اليوتيوب بالمجاني. اول قناه رشحها لكم طبعا وهي قناه الخطه التعليميه، بتنزل كل المواد علمي وادبي، بتنزل لكل المراحل، وهتلاقوا كمان فيها شرح حلو قوي للغات. لو عندكم مشكله في الانجليزي، في العربي، في الفرنساوي، قناه بصراحه ممتازه وفيها مدرسين شاطرين جدا. تاني قناه وهي قناه هنذاكر اونلاين، برضو فيها شرح حلو قوي، ادخلوا على القناه وشوفوها. انا دايما برشح لكم القناتين دول. بالنسبه بقى للعربي فعندنا قناه بسطتها لك، وعندنا قناه مستر عبد الله الشهاوي، عايزه اقول لكم منزل مراجعات حلوه قوي للعربي. بالنسبه للرياضه بقى سواء ادبي او علمي، طبعا عندنا قناه مقهى الرياضيات، قناه غنيه عن التعريف، بتنزل الشرح بالكامل، كمان بتنزل فيديوهات للرياضه التطبيقيه بالنسبه للشعب العلميه. بالنسبه بقى للانجليزي فانا هرشح لكم مس مي مجدي، دايما كنت بقول لكم عليها من السنه اللي فاتت وبرشحها في الفيديوهات. بصراحه بتشرح بطريقه حلوه قوي يعني هتسهل عليكم الماده، عشان انا شايفه ان اغلبكم بتشتكوا من الانجليزي جدا، فجربوا ان انتوا تسمعوا مس مي مجدي. كمان عندنا قناه مستر عمرو رجب، طبعا بينزل فيديوهات حلوه قوي للجرامر، ومنزل لكم بجد فيديوهات تحفه، انا دخلت وشفتها، فادخلوا في القناه وشوفوها بنفسكم. بالنسبه بقى للتاريخ فعندنا قناه مستر نادر سورس، بجد شرحه حلو قوي، بيحكي لكم التاريخ على هيئه حدوته
حدوته كده، بجد شرحه مسلي جدا جدا. لو انتوا بتزهقوا بتملوا بسرعه فاسمعوا شرح مستر نادر جورج. بالنسبه للكيمياء بقى فهرشح لكم قناه مستر محمد عبد المعطي، عايزه اقول لكم نزل فيديوهات حلوه قوي قوي، ادخلوا في القناه وشوفوها. وبالنسبه لعلم النفس فهرشح لكم قناه مستر طه رمضان، منزل فيديوهات مراجعه حلوه قوي. بالنسبه بقى للفيزياء فعندنا قناه مستر احمد ابو عرب، عايزه اقول لكم منزل المراجعه النهائيه في الفيزياء في 5 ساعات ونص بس. انتم متخيلين؟ يعني لو قسمتوها كده على يوم هتلاقوا نفسكم خلصتوها. وبالنسبه بقى للجغرافيا فعندنا مستر احمد زهران، دي كلها قنوات موجوده على اليوتيوب تقدروا تسمعوها وتسمعوا الفيديوهات بتاعتها في اي وقت انتوا حابينه. لو انتوا كمان تعرفوا قنوات مدرسين تانيين انا ما قلتش اسمهم في الفيديو اكتبوهم في التعليقات عشان نفيد غيرنا، فكل واحد كده يا ريت يرشح لنا برضو مدرس في كل ماده هو بيسمعها وكلنا نستفيد كده من بعض. عايزه اقول لكم بقى على كام نصيحه كده او تركايه هتفرق معاكم الايام دي جدا وانتوا بتراجعوا المراجعه النهائيه. اول حاجه وانتوا بتراجعوا الماده تخيلوا دايما في دماغكم كده ان انتوا بتذاكروا النهارده عشان الماده امتحانكم فيها بكره، فلو انا امتحاني بكره هضاعف المذاكره بتاعتي، هركز بتركيز جدا جدا ان خلاص مفيش وقت امتحاني بكره. انا دايما بحط النقطه دي في دماغي لما بكون عايزه اركز كويس قوي، فبقول لنفسي انا امتحاني بكره فانا عايزه اخلص بسرعه واركز كويس جدا في كل نقطه، ما عديش ولا اي حاجه ولا افوت ولا نقطه. فكل ما باجي بقى اقول ايه طب انا هذاكر كمان شويه، لا انا عايزه اخلص الماده بتاعتي عشان امتحاني بكره. فاهمين قصدي؟ لازم في نهايه كل يوم تحس بانجاز، لازم تكون عملت حتى لو حاجه من اللي انت محددها. لو كل يوم بيعدي واحنا ما بننجزش اي حاجه ما بنعملش اي حاجه فاحنا كده في مشكله كبيره جدا جدا. لازم كل يوم في نهايته كده الاقي نفسي ان انا عملت حاجه او 2 حتى من اللي انا كنت محدداهم ان انا اخلص. الحل اهم مليون مره من الحفظ، ان انت تمسك الكتاب وتقعد تحفظ كل المعلومات اللي فيه. ده مش هينفعك في الامتحان قد ما ان احنا نكون حالين اسئله كتير جدا، ده اللي هيفرق معانا جدا. واحنا بنحل نعرف اسئلتنا الغلط قبل ما نعرف اسئلتنا الصح. خلاص احنا حلينا الصح، مش اهم حاجه نعرف الاسئله اللي احنا غلطنا فيها. بالنسبه بقى للناس اللي بتحب ان هي تقعد تقارن نفسها بغيرها، ما تقارنوش نفسكم بحد، قارنوا نفسكم بامبارح. شوفوا انا امبارح كنت ايه والنهارده بقيت ايه. مثلا انا طورت من نفسي في حاجه، انا امبارح كنت مكسله النهارده انا ذاكرت اكتر، لا انا مبسوطه قوي. فاهمين؟ فلو عايزين تقارنوا نفسكم بحد قارنوا نفسكم بنفسكم انتوا وشوفوا مستواكم بيتطور ولا لا، مستواكم بيعلى ولا لا، درجاتكم بتزيد ولا لا. ده ان انتوا تقارنوا نفسكم بنفسكم دايما. واحنا بنذاكر وانا بذاكر كده في جزء انا مش فاهماه مش هعديه، مش هقول هبقى اذاكره بعدين، لا ما تعدوش اي جزء انتوا مش فاهمينه، لازم تتشقلبوا كده عشان تفهموا الحاجات اللي انتوا مش عارفين تفهموها. ولو مثلا هنشوف فيديو على اليوتيوب هشوف شرح مدرس هسال المدرس لو انا بروح السنتر، ولو انا بذاكر اونلاين او بذاكر في البيت ادور على الفيديوهات موجوده كتير جدا على اليوتيوب. شوفوا لحد ما تلاقوا الجزء اللي انتوا مش فاهمينه هتلاقوا مدرس طالع بيشرحه حتى في الفيديوهات الشورتس الصغيره دي. خليكم دايما عارفين ان مش كل ماده بتتذاكر بنفس الطريقه، في كل ماده ليها طريقه مذاكره معينه. ولو انتوا عايزين تعرفوا هتلاقوني سايبه لكم في اول كومنت مثبت لينك الفيديو ازاي نذاكر كل ماده. في مواد ادبيه، في مواد علميه، في لغات، كل نوع من انواع المواد دي بيتذاكر بطريقه معينه. كنت عامله لكم فيديو مخصوص واتكلمت فيه عن الجزء ده، فضروري جدا انكم تشوفوا الفيديو، هتلاقوني سايبه لكم الرابط بتاعه في اول كومنت. عايزه اقول لكم ان المراجعه بصوت هتنشط الذاكره جدا اكتر من القراءه الصامته. الناس اللي بتبص كده بعينيها بس، لا طبعا اقراوا بصوت، ذاكروا بصوت عالي بحيث ان انتوا تبقوا سامعين الكلام اللي هو بيتقال، وطبعا ده بينشط الذاكره بتاعتكم جدا. اقفلوا اليوم بتاعكم بخطه جديده لليوم بتاع بكره، نكون عارفين بكره احنا هنذاكر ايه، محددين احنا هنصحى امتى، هنذاكر امتى، كل حاجه تكونوا مخططين لها كده عشان اليوم ما يبقاش ماشي عشوائي. ما تقولش انا هستنى لما يبقى عندي مود للمذاكره عشان ابدا في الخطه دي او ابدا في المراجعه، لا طبعا المفروض ان انت خلاص هتقفل الفيديو النهارده هتبدا في الخطه وتبدا تشوف هتنظم الجدول بتاعك ازاي. ابدا والمود هيجي مع الوقت، لكن لازم ان احنا نحط ايدينا على بدايه الخطه علشان تمشي معانا للاخر. غلوا اخر ساعه قبل النوم دي في ان احنا نراجع على الحاجات اللي احنا عايزين نحفظها. عارفه ان اخر ساعه طبعا بنكون احنا طاقتنا صفر ومش قادرين نستوعب معلومات جديده، ولكن لو احنا راجعنا كده بصينا مثلا على القوانين اللي عندنا في المنهج، بصينا على تواريخ، على اجزاء معينه، تعريفات، اي حاجه نبص عليها كده في اخر ساعه قبل النوم دي. جربوا بس الطريقه دي وبجد هتدعوا لي. عايزه اوجه بقى الرساله للناس اللي لسه هتبدا دلوقتي مراجعه والناس اللي اصلا كانت بادئه متاخر في المذاكره ومتاخرين في المنهج.
عايزه اقول لكم سيبوا الجزء بتاع المثاليه وهو انا مش زي اللي بدأ من الاول وانا مش هتساوى بيه والكلام ده كله، لان احنا اكيد شفنا قدامنا امثله كتير جدا، ناس بدأت متأخر ولحقت وجابت مجاميع عاليه، ناس زي دي بتكون اصلا في ثانويه عامه اللي هي اكتر سنه مهمه. فعايزه اقول لكم ما تقلقوش وما تحطوش في دماغكم الكلام السلبي، عايزاكم تسيبوها على الله وتبداوا بجد من دلوقتي، يعني تاخدوا عهد مع نفسكم ان انتوا هتبداوا من دلوقتي بدايه جد عشان تلحقوا تخلصوا قبل الامتحانات بتاعتكم ان شاء الله. هي عايزاكم بجد تبداوا في الجدول، والناس اللي هتبدا تكتب لي في التعليقات وتقولوا لي احنا هنبدا في الخطه دي وهنبدا نمشي على النصايح من النهارده. قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا علمي ولا ادبي، وانهي ماده محتاجه منكم بجد مجهود كبير علشان ابدا ان انا اعمل لها فيديو مخصوص واتكلم عنها. وما تنسوش ترشحوا لنا المدرسين في التعليقات تحت.